تحياتي من مطبخ نودي وأسماء، وأنا أسماء. النهاردة عاملين فطاير بريوش محشية بحشوة لذيذة جدا، بقوام طري وهش. طعمها لا يقاوم وريحتها بتجنن. تنفع بقى لللانش بوكس للأطفال، وكمان حلوة قوي ناخدها معانا الشغل، سواء دافية أو حتى باردة. في الحالتين طعمها الحقيقة تحفة. مكوناتها 500 جرام من الدقيق، 250 ملي من اللبن الدافي، حبة بيض واحدة، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، ومعلقة صغيرة من الملح، و80 جرام من الزبدة. في بولة هضيف السكر والخميرة مع اللبن الدافي، ونقلب لحد ما يدوبوا شوية. بعدها نضيف البيضة ونقلب كويس. نحط الدقيق ونوزع فوق الملح، ونبتدي بقى العجن. أول ما العجين يتشرب السوائل هنزل بالزبدة، ونكمل عجن لحد ما العجينة تتماسك وتبقى ناعمة. نغطيها ونسيبها تخمر لحد ما حجمها يتضاعف. ده شكلها بعد التخمير. نلمها مرة تانية ونقسمها ل 12 قطعة متساوية. نكورها ونرصها في صينية عليها ورق زبدة، ونسيبها تخمر مرة تانية حوالي ربع ساعة كده. ده بيبقى شكلها بعد الخمور للمرة التانية. بنجيب بقى كوباية وبعفرها بالدقيق حبة صغيرين، ونضغط بيها على كل واحدة. نحط بقى بعد كده الحشوة. أنا استخدمت معجون فلفل مشوي، شويته. بعد ما شويته فرمته في الكبة مع شوية من الزيت، ونوزع المعجون كويس جوه كل واحدة. بعدها احط عليها الجبنة، وهنا ممكن نستخدم اي نوع جبنة احنا عايزينها او اي حشوة احنا بنحبها، سواء حلو او حادق. انا هنا استخدمت جبنة فيتا. بعد ما حطينا الحشوة هنسيبها كمان تخمر 10 دقايق. بعد ما خمرت هندهن الوش بالبيض، وندخلها فرن سخن على حرارة 180 درجة. اول 10 دقايق بتاخد لون من تحت، بعدها بقى بفتح الشواية عشان تاخد لون كمان من فوق. ده شكلها بعد التسوية. اديتها لون خفيف من فوق، وخرجتها من الفرن علشان احط عليها جبنة موتزاريلا من فوق. ودي بقى حاجة اختيارية، يعني ممكن نضيف لها الجبنة الموتزاريلا او ممكن لا. زي ما قلت بنختار الحشوة اللي احنا عايزينها. ده شكلهم بعد الجبنة مساحت. بتبقى طرية وهشة وخفيفة جدا. من احلى الفطاير اللي ممكن تجربوها. وكمان طعم الحشوة دي معاها بيبقى حلو قوي. جربوها بنفس الطريقة وقولوا لي رأيكم فيها. وحابة كمان اسمع رأيكم. تحبوا تجربوا الفطاير دي بأي حشوة من الحشوات، حلو أو حادق؟ مستنياكم بقى تشاركوني في المنتدى بأفكاركم وتجاربكم، وبتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وبالهنا على قلوبكم.